حي على الصلاة
أحمد الله تعالى على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. عز كل ذليل، وغنى كل فقير. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. يرغب عباده سبحانه وتعالى في طاعته، فيقول للكرام الكاتبين: إذا هم عبدي بسيئة فلن يفعلها فاكتبوها له حسنة. إذا هم عبدي بسيئة فلن يفعلها فاكتبوها له حسنة، فإن فعلها فاكتبوها بمثلها. وإذا هم عبدي بحسنة فلن يفعلها فاكتبوها له حسنة، فإن فعلها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بفضلها يا رب لا تكلنا إلى أحد، ولا تحوجنا إلى أحد، ونجنا بفضلها يا رب من كل ضيق ونكد. يا من إليه المستند وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا، فرد صمد
منزه في ملكه، ليس له شريك ولا ولد، ورزقه دائم يجري على طول المدد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله حمل الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى اجتباه وجعله من المسلمين ملة أبينا إبراهيم. هو سمانا المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا علينا ونكون نحن شهداء على الناس، فنقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونؤمن بالله رب العالمين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، بسم الله روحي تحمد وتسبح المولى العظيم وتشهد. من يوم قيل أليس قلبي يسجد والظل مني والفؤاد يمجد، فأجبت بلا قيل لي استقم، وإذا بنور الله يبدو أحمد. والآل منه كواكب درية والأنبياء والأولياء والفرقد. قيل استقم وانظر إلينا عابدا، ودع السوي فلكل ظل يشرد. سأريك دنياهم مع أخراهم، فلا تنظر سواي بقلب عبد يحمد. فانظم لنا شعرا برمز فيهم، فتجد المحب يهيم لنا وينشد. ماذا يقول المحب؟ مولاي جل جلالكم في ذاتكم من ذا يوفي حقكم ويردد. ما ناظري إلا يرى منكم مشكاة نور الله منك محمد. أنا ساجد حتى القيامة سيدي، ما غير نورك أرتضي أو أشهد. فاقبل بفضلك سجدتي وعبودتي في نور طه، أنا هائم ومجند. أخي في الله، يا من جئت إلى هذا المكان الطاهر لتجدد إسلامك في كل أسبوع مرة، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا من تطمع في شفاعة محمد بن عبد الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خطبة اليوم: لا تغلوا في دينكم، وما وجد اليسر في شيء إلا زانه، وما وجد الغلو في شيء إلا شانه. يبقى لو سئلت الخطيب كان بيخطب في إيه؟ تقول كان يخطب في موضوع لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، وما وجد اليسر في شيء إلا زانه، أي جمله وحسنه. ومن هنا تدور خطبتنا حول محاور ثلاث: الأول الإسلام والاعتناء باليسر به، والثاني صور من اليسر في الإسلام، والثالث نتيجة الغلو في الدين على الفرد والمجتمع. فتعال معي إلى الله سبحانه وتعالى، خالقنا ورازقنا ومطعمنا وساقينا وكافينا. ماذا أراد الله بنا؟ اسمع: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد لنا اليسر في كل شيء.
إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، مع اليسر أو العسر يسران. فالله سبحانه وتعالى يريد لنا اليسر في كل شيء والرحمة في كل شيء. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم على ولدها. ولم لا؟ تعالى نسمع سويا إلى هذا الحديث القدسي الجليل عن رب العزة جل وعلا. ماذا قال رب الله؟ ماذا قال سبحانه؟ إني أنا والجن في نبأ عظيم. من المتكلم؟ الله. إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. المتكلم الله. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. يا الله، شوف وصف الله لعباده الخونة، شوف وصف الله لعباده. إنس في صورة شيطان، إذا أحسنت إليه أساء إليك، وإذا أكرمته أساء إليك. هو شيطان في صورة إنسان. خيري إلى العباد نازل، شرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. طب ما النتيجة؟ إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين. طب وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. ضغط، سكر، سرطان، تليف في الكبد، جميع المصايب تنزل بالإنسان العاصي لربه لأطهرهم من المصايب. دول من العاصين؟ أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي. طيب وأهل معصيتي أوديهم فين؟ ده ما بيجيش الجمعة إلا يوم الجمعة بس بيصلي، وبقية الأسبوع مع السلامة في مهنته التي يشتغل فيها. موظف حكومة لا يعطي الحكومة حقها. لو حاولت أن تحلل الأيام التي يشتغلها في وظيفته لا تساوي شيء. يجي يومين في الأسبوع في الوظيفة الحكومية، وباقي الأسبوع نايم في بيته يشتغل فلاح مهني، والمهني يوميته ب400 جنيه، ويشتغل 4 أيام ويجي في البيت ينام هنا في المسجد، ينام ما يشتغلش. وإذا أمرته بشيء انقلب على عقبه. هذا هو حال البشرية، هذا هو حال الإنسان. بناء الله في أرض. هل هذا هو المراد منك أخي المسلم؟ لا. وأهل مجالستي أهل ذكري، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل زيادتي كلما شكرت ربك زادك من كل شيء. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين. لا إله إلا الله. الله أرحم بعباده من الأم على ولدها. هذا هو الله.
يريد الله بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، إن مع العسر يسرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وتقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين فيهما يسر إلا واختار اليسر إذ لم يكن فيه معصية. عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مجال العبادة تعال إلى معاذ بن جبل، وكان رسول الله يحبه ويردفه على دابته وراءه دائما. صلى بالصحابة يوما فقرأ في الركعة الأولى البقرة، طال في الصلاة. اليوم الثاني صلى أحد الصحابة بالصحابة صلاة ميسرة، فوصل معاذ: انت صليت بينا امبارح بسورة البقرة في الركعة الأولى، وفلان صلى بينا اليوم بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وبالصور القصيرة. ماذا قال معاذ بن جبل لهذا السائل؟ وصف هذا الإنسان زميله بالنفاق، إنه منافق. فالذي صلى ويسر ذهب إلى رسول الله يشتكي أن معاذ اتهمه بالنفاق لأنه يسر على الناس في صلاتها. فأرسل الحبيب المصطفى إلى معاذ بن جبل: يا معاذ، ماذا حدث منك؟ قال: صليت كذا وعملت كذا. ماذا قال رسول الله لمعاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ 3 مرات. ده يصلي بالعافية، ده بيصلي بالعافية. ده كويس اللي بيجي يصلي الجمعة. انت عاوز تنفره كمان ما يجيش يصلي الجمعة؟ ايه ده؟ انت تيجي الواحد تبص عليه وهو بيصلي كده، مش صلاة. الصلاة دي هتلعنك يوم القيامة إذا ما أديت أركانها، وإذا ما أديت واجبها يوم القيامة، وتقول لك: حفظك الله كما حفظتني. ورب مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود. اللي بيصلي ده صلاة نقر الديك، ده ليس بمصلي، ده ضيع صلاته وضيع نفسه مع الله. صلاة يا الله، صلاة الصلة بين العبد وربه الصلاة. ده عيسى قبل ما يقطعوا الحبل السري، ومريم قالت بعد ما نزل عيسى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ماذا قال عيسى؟ نطق بلسان الحال يهدئ من روع أمه مريم. ماذا قال عيسى؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني. ده أنت لسه طفل، حبل السر ما اتقطعش. أوصى إيه؟ الله أوصى عيسى بإيه؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يا الله، يبقى لسه طفل ما تقطعش الحبل السري، وربنا أوصاه بالصلاة، وانت بلغت من العمر ما بلغت، ولا تحسن صلاتك ولا عبادتك مع ربك. والله يسر لك كل شيء. حتى لو أنت مريض صلي وانت قاعد. ولو أنت يسر لك كل شيء. فقد الماء ولم تجد ما تتوضأ به، قال لك تيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يسر لك كل شيء. يعني لو انت راكب ميني باص وأذن المغرب وهيخش العشاء، اقف وانزل على الأرض واضرب وتيمم وصلي، لأن المغرب غريب. هتقعد إن شاء الله من ما تيجي من العتبة ولا تخش السلام يكون العشاء أذن. لا، يسر لك كل شيء. فقد الماء تيمم. ورسول الله دخل ذات يوم ووجد بين العمودين حبل. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب تتعلق به إذا ما فترت. قال: اقطعوه. إذا أراد الإنسان أن يصلي في كامل قوته ونشاطه.
ولا تأتوا الصلاة وأنتم كسالى مثل المنافقين. أخي في الله، هذا هو الدين. والصور كثيرة، صور اليسر للإسلام كثيرة، عدد ولا حرج، ولكن الوقت يجري وراءنا. نأتي إلى البند الثالث: ما نتيجة الغلو في الدين على الفرد والمجتمع؟ نتيجة يعلمها الله: تفريق بين المسلمين، ويأتي من الجهل زي الخوارج. من هم الخوارج؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يصل إلى تراقيهم من من الجهل، ولا يعلمون عن دينهم شيء. ولذلك قال الشارع: إذا مكث الإنسان على العلم خيرا له من أن يعبد الله على جهل. إبليس واقف على الباب، واحد نايم، فالرسول بيسأله: أنت واقف ليه؟ قال: خايف أخش. النايم إيه؟ راجل صالح. قال: خايف أخش على الراجل النايم ده يصحى، والراجل اللي بيصلي ده بيتنكت في صلاته وصلاته بطلة، يصحح له صلاته. شوف، واقف على الباب إبليس مش عارف يخش المسجد، والنائم عالم، فخايف يخش يستيقظ العالم فيصحح للجاهل صلاته فلا يستطيع أن يدخل المسجد. العالم، العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الغلو في الدين مع أنصاف المتعلمين والإفتاء بدون علم هو الذي أدى بأن يتحقق حديث رسول الله: سوف يأتي عليكم يوم يضرب رقاب بعضكم بعضا. وهذا ما هو حادث. فرق شتى، دواعش، فرقة كذا، فرقة كذا، لا تسأل الإنسان لا يعلم عن دينه شيء. فنتيجة الغلو في الدين تؤدي إلى تفكك المجتمع وضعفه في كل شيء. أسأل الله العلي القدير أن يجعلكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. السعيد من للعمل الخير وفقه الله، والشقي من باع آخرته بدنياه. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل وسلم على هذا النبي البدر المنير والسراج الوهاج، صلاة العبد الحائر وسلام من هو إلى شفاعته محتاج. وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين رضاء عميما. اتقوا الله أيها المسلمون فقد كفى ما كان. اتقوا الله فقد مضى زمن العصيان. اتقوا الله فحالنا لا يرضى به إنسان. اتقوا الله واسألوه إصلاحا وتنظيما. اللهم يا من استعز بعزته الأبدية لا يذل ولا يضام، نسألك بذل العبودية أن تؤلف بين قلوب المسلمين، وأن تنصر الإسلام نصرا تزيد به الدين عزا وتقوية وتقويما. اللهم ارأف بالأمة المحمدية. اللهم وفق الراعي والراعية. اللهم قو الراية الإسلامية. اللهم ارحم عبادك إنك لا تزال رؤوفا رحيما. اللهم وأيد دين الإسلام، وارفع كلمة الحق على الدوام، واغفر للمسلمين والمسلمات ما ارتكبوه من الآثام، وانشر أثر إحسانك على بلدتنا هذه وسائر بلاد الإسلام، ووفق الحكام للعدل في الأحكام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، استغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله
استقيموا يرحمكم الله. انظر إلى يمينك يستقيم الصف. حاذوا المناكب والأقدام وصلوا صلاة مودع رحمني ورحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. واحد بيسأل سؤال عشان يمكن ما تسرحش. احنا قلنا من السنن المهجورة ان الانسان بيسلم ويطلع يجري حتى ما يرضاش يختم صلاته. افتح الباب واطلع. يطلع ايه؟ هلقى ايه؟ فواحد بيسأل بيقول لي ما هي المقولة اللي قالها علي بن ابي طالب لرسول الله عشان ياخد ثواب 1000 ركعة صلاها؟ هو الحديث الرسول بيقول لعلي ماذا فعلت البارحة يا علي في ليلتك؟ فقال علي صليت 1000 ركعة. فالرسول بيقول لعلي ازاي صلي 1000 ركعة بالليل يعني؟ قالوا سمعتك يا رسول الله تقول. لو انت طلعت بالكلمتين دول من جمعتك يبقى انت خدت حاجات كتيرة جدا يعني. علي بيكلم مين؟ بيكلم رسول الله. سمعتك يا رسول الله تقول إذا قال الإنسان قبل أن ينام 3 مرات يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته 3 مرات أخذ ثواب صلاة 1000 ركعة في ليلته. ماذا قال رسول الله لعلي؟ صدقت يا علي. يبقى بإذن الله عليك انت هتقولهم ان شاء الله قبل النهارده قبل ما تنام. هم كلمتين هم: يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. قبل ما تنام لو قلتهم أخذت ثواب 1000 ركعة صليتها قبل منامك. شكر الله لكم حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.